حضرتك المعلم خضري؟ محسوبك يا هانم. ايها خدمه بالسلخانه، السلخانه كلها تحت امرك. عاوزه ايه؟ سجق، لحمه راس؟ تدوم. انت تمام زي ما سمعت عنك، شهم واصيل. ده بس من ذوقك يا هانم. شوف بقى انا واحده تعرف ربنا كويس وما ترضاش ابدا بالغش ولا الخيانه. نعوذ بالله من الغش والخيانه. الله، انت جوز بنتك اسمه رشدي؟ ايوه مظبوط. ماله جراله حاجه؟ ده اصله بقاله 3 اشهر مسافر. سافر فين؟ ده ما سابش مصر ولا يوم واحد. ازاي الكلام ده؟ رشدي هنا؟ ازاي بقى؟ طب ده ايه الجماعه اللي مسافر اسكندريه؟ قال رشدي قاعد في مصر. ايه؟ ومعاه عروسته الجديده. ايه الكلام ده؟ اسمعي بقى يا ست انت، انا راجل مجنون وحاسب على كلامك معايا. عروسة ايه؟ رشدي خان العيش والملح واتجوز واحده جديده يا معلم، وادي عنوان الشقه اهو. يبقى نهار اسود، يبقى هشرب من دمه. الله، مين؟ سي خضري؟ ايوه خضر يا دوني قليل الاصل. استنى بس، انا هفهمك. فهمني ايه يا غشاش؟ تقول مسافر وتيجي تتجوز وتأجر شقه وتسيب بنتي؟ اصل الحكايه انك ند وانا هربيك حالا. يا سي خضري انا غلطان والله غلطان. يلا احسن وعيبانات اللي انا اتبعك هنا واخلي دمك يجري في الشقه. يا رشدي خلاص انا عايزه اتطلق. لا بنت، بدل ما تنتهي حياتك. انت يا جماعه في ايه؟ حصل ايه؟ اللي حصل انت عارفاه. يلا جدع قدامي على البيت، وانت بنت لم هدومك وروح الاهل الوقت حالي. هو ده الحل؟ بس حاسبه على الشقه. مع السلامه يا سي رشدي، عشان تبقى تطردني، عشان تبقى تسيب الحنفيات. انت اللي عملتيها يا زكيه. انما انا اللي غلطان صحيح، اللي فكرت ان اتجوز واحده تانية غير مراتي. انا غلطان يا ناس، غلطان كده اهو. دلوقتي بس عرفت ده انا ذكيه ذكيه والاجر على الله. يا ست زكية، شوفي بقى يا ستي، انا عندي مستأجر كويس قوي للشقة اللي في الدور الاولاني. مش هأجرها. مش هتأجريها ازاي؟ وده معقول؟ انا حرة يا اخي، ده ملكي انا. انت عارف كويس ان البيت ده ملكي. يا ست هو انا بنزعج في ملكك؟ ده راجل موظف رئيس ارشيف عرفته في القهوة، ولما عرف ان عندنا شقة فاضية اترجاني. بقول لك مش هأجرها يا عطية. يا ستي ده انا ضمنه هيدفع ال5 جنيه من السكات، لا هيطالب بتخفيض ولا حاجة. ده أصله بس مزنوق يا زكية، منقول جديد وبيبات في القهوة يا زكية. يا أخي يبات في القهوة يبات في الشارع وأنا مالي؟ أنا قلت لك مش هأجرها، يعني مش هأجرها. وأعمل إيه أنا بس دلوقتي؟ أنا اديت كلمة للراجل يا زكية. اديته كلمة؟ صدقتني والنبي بتتكلم كأنك راجل بصحيح. وبعدين بقى يا زكية، وده اسمه كلام؟ مش قلت لك مفيش داعي تجرحي إحساسي بالشكل ده؟ الله، ما تزعلش يا عطية. ما هو يا حبيبي أنا قلت لك 100 مرة خليك في حالك. إيه اللي يحشرك في حاجات زي دي؟ ده بيتي أنا، ملك. أصل أنا اديت للراجل كلمة، وده بيقعد معايا في القهوة كل يوم. هلاعبه بعد كده طلقة ازاي بس؟ والنبي تأجريها يا شيخة، ده حتى غلبان. زهقتني، بعد عني بقى. اتهوى يا عطية. طيب يا ست حاضر، بس ما تزعليش نفسك. أنا هتهوى يا زكية. يا سلام، هي دي الفكرة السليمة يا زكية هاني. يعني ايه رأيك بقى في فكرتي دي يا دبور؟ سبحان العاطي، سبحان المتجلي. انت فاكرة ان الافكار دي من عند بني ادم؟ مش ممكن، دي لحظات تجلي. يا متجلي روق مخنا روق. انا قلت اعمل الشقة بانسيون واجر كل اوضة بجنيه في الليل، يعني يبقى اجرها في الشهر 60 جنيه. هو ده الكلام يا ست زكية هاني، بس يعني ما تنسيش اننا هنكلف ثمن العفش. عفش ايه؟ احنا محتاجين لسرير واحد بس. ايه
دول اوضتين يا زكيه هانم. ما انا هاخد سرير عطيه. سرير عطيه؟ ايوه، يعني هو لازم يبقى عنده سرير لوحده؟ اهي الكنبه ممكن ينام عليها. لا يا دبور، مشروع كويس قوي قوي قوي. هو كويس قوي، بس يعني العمليه بالشكل ده مش هيطلع لي انا فيها حاجه ابدا. لا انا مش هنساك برضو يا دبور، انت عارف اي فلوس بتحتاج لها مش بديها لك. انا مش قصدي السلف يا ست زكيه، انا قصدي يعني ان البنسيون ده ممكن يبقى كنز، ممكن يبقى عمليه كبيره قوي. يعني هما 60 جنيه مش كفايه؟ ده الايجار، انما انا بتكلم على حاجه تانية. البنسيون ده هيشيل ويحط ناس اشكال والوان، فيهم الغني وفيهم الفقير، وما دام هيبقى ساكن هنا في حوزتنا ونايم عندنا، يبقى لازم نفكر كويس، لازم كل